بيبدأ مسلسلنا وبيكون في طقوس خروج جن من شخص بيكون نام على السرير ورابطين ايده ورجله بطريقة كويسة جدا، وملامح وشه بتتغير بطريقة مرعبة. وفي الوقت ده بتظهر بطلتنا سونج اللي بتكون هي العرافة اللي هتعالجه، وبتبدأ سونج تعالجه بالروحانيات وبتعمل حركات كتير جدا قدامه، وبعد كده بتكلم الجن وبتقول له يروح للعالم التاني بتاعه. وفي اللحظة دي المنبه بتاع سونج بيرن، ساعتها سونج بتتوتر جدا عشان هي كده اتأخرت عن المدرسة، وبترجع تكلم الجن مرة تانية وتقول له معاك 10 دقايق عشان تروح للعالم بتاعك وانا الحق اروح المدرسة. وللأسف مش بتقدر سونج تخلي الجن يخرج قبل ما ال10 دقايق ما يخلصوا، فبتسيبه وبتسيب كل الطقوس وبتطلع تجري بهدوء المدرسة عشان تلحق الامتحان اللي عندها. ولما بتوصل سونج بتضطر انها تنط من على السور عشان هي اتأخرت عن الميعاد الطبيعي للمدرسة. وهي بتنط بيكون مستنيها جيهو اللي بيكون باين عليه انه بيحبها، وساعتها سونج بتسأله بتقول له انت مستنيني هنا ليه؟ بيحط ايده على كتفها وبيتأثر كده وبيقول لها انا من غيرك مش هعرف انجح في الامتحان. وساعتها هما الاتنين بيضحكوا وبيكملوا طريقهم للفصل عشان الامتحان. ولكن في الامتحان سونج بتحل وحش جدا، فبتتضايق جدا وبتقول انها نفسها توصل لدرجة كويسة في التعليم، وبتكلم مامتها وبتقول لها انها تقعد في المدرسة النهاردة تذاكر عشان تقدر تحل كويس في المواد اللي جاية. وفعلا بتقعد هي وجيهو وكام طالب تاني، وبعد ما بيذاكروا فترة طويلة بيقوم طالب اسمه بومو عشان يدخل الحمام، واول ما بيدخل بيفضل يندب حظه انه دخل مدرسة زي دي وعلى ادائه في الامتحان. وفي اللحظة دي بيلاقي في حاجة بتهرب منه من السقف هوي، بيبص فوقيه وبيلاقيها جنية فوقيه. ساعتها بومو بيتفزع وبيطلع يجري على الفصل يقول لهم كده، ولكن محدش بيهتم بيه خالص. وبيخلص اليوم في المدرسة وبتروح سونج وجيهو مع بعض وبيهزروا مع بعض وبيوصلها لحد البيت. ولما بتدخل سونج البيت بتلاقي امها الروحانية واقفة مستنياها وبتقولها تعالى انا عايزاكي. وساعتها بتعاتبها وبتقولها في عرافة شاطرة شبهك تسيب طقوس وتجري في وقت شبه ده؟ انت عرافة الدراسة هتفرق لك في ايه؟ وبتقولها ان في ناس كتير تتمنى ان تكون مكانها وهي بكل صورة بتفرط في ده وبتمشي من الطقوس بالطريقة دي. بترد عليها سونج وبتقولها ان هي طموحها مختلفة، طموحها انها تكون طالبة وحاصلة على شهادة كويسة، وانها بتفرح جدا لما حد بيشوفها بلبس المدرسة ويقولوا عليها طالبة، وانها عكس معظم الناس اللي يتمنوا المكان اللي هي فيه، وان هي كمان حابة انها تكون متعلمة وعرافة في نفس الوقت، وانها كل حلمها في بيتها اللي كلهم عرافات نفسها تكون انسانة عادية. ساعتها بترد عليها امها الروحانية وبتقولها انت عندك قدرة كبيرة على اقناعي واقنعتني بكلامك ووجهة نظرك. بتقوم سونج وبتروح للمزار بتاعها اللي بيدخلها فيه الناس اللي عندها مشاكل وهي بتحلها لهم، وكل واحد بيخش بمشاكل شكل اللي عايزة بركاتها عشان الحمل يثبت واللي عايزة تحمل اصلا وهكذا. وتاني يوم في المدرسة بتكون سونج قاعدة هي وجيهو، وبيكون مسيطر على دماغها سؤال شغلها جدا، وهو ان الوسامة لوحدها تكفل الحب ولا لا. وبتقول السؤال ده لجيهو، وكمان بتقول له انها مقتنعة ان فعلا الوسامة لوحدها تكفي. ساعتها بيقول لها جيهو لو واحد وسيم جدا ولكن قتله قتله ساعتها هتكوني معجبة بيه. بتقتنع شوية سونج وبتقول له تخيل كده لو انت ماشي في الشارع وتلاقي شخص قاعد في الشارع بيعيط، هل هتواسيه ولا هتسيبه وهتمشي؟ فبيقول لها صعب ان حد يتجاهل حد بيعيط، دي حاجة قاسية قوي. وفي اللحظة دي بتفتكر نفسها في مشهد فلاش باك وهي قاعدة في الشارع بتعيط ومحدش مهتم بيها خالص، وكل الناس بتعدي من الشارع تبص عليها وبس، وكله كان بيقول يمكن ما عندهاش مكان تعيط فيها وملهوش حد يواسيه. ولما بيحس جيهو انها اتأثرت جامد بالكلام ده فبيقول لها انا عندي وسامة، وكمان لو شفت حد بيعيط هقف جنبه واواسيه ينفع؟ فبتقول له لا لا ده انت مستبعد جدا، وبتسيبه وبتمشي. وبتروح مرة تانية للمزار وبيبدأ يدخل لها الناس مرة تانية، ولكن في لحظة بيدخل عليها شاب وسيم جدا بتعجب بيه سونج من أول نظرة، وبتشوفه مقلوب شبه ما كانت متنبئة بكده، وجدته بتكون معاه. واول ما بيقعدوا مع سونج جدته بتقول لها ان جيون حفيده عنده سوء حظ كبير قوي، وانها عايزه تعمل له حجابه او حاجه عشان الحظ يبقى معاه شويه. وساعتها سونج مش بتكون مركزه في اي حاجه غير وسامه جيون، وبتساله نفس السؤال بتاع جيهو، وهو لو شفت حد بيعيط في الشارع هتعمل ايه؟ وبيقول لها اكيد مش هسيبه واقف جنبه لحد ما يبقى نفسيته احسن بكتير، ولكن مش هعرف اواسيه لانه شخص انا معرفش حياته الشخصيه، ده مجرد حد في الشارع بس ما ينفعش اسيبه يعيط في الشارع وامشي. وفي الوقت ده سونج بتكون مبسوطة قوي من ردة فعله واعجبت بيه اكتر واكتر، ومش بتقدر تسيطر على نفسها، وبتقوم تمسك ايد جدته بطريقة مريبة وبتقول لهم ما تقلقوش انا هحميه من كل شر، ما تخافيش ما تخافيش. وبيمشي جيهون وجدته، بس مامة سونج الروحانية بتكون مش عاجبها خالص الموضوع ده،
وبتؤمر انهم يرشوا وراهم ميه بملح عشان موضوع سوء الحظ ده. وبعد كده بتخش تكلم سونج وتقول لها هتحميه من سوء الحظ ازاي؟ انت نسيت اللي جالك بنفس المشكله وشفتيه برضه مقلوب، وقلت هتحميه من سوء الحظ وعرضت حياتك للخطر وفي الاخر مات برضه، واللي ليه حظ في حاجه محدش بيقدر يمنعه. بس ساعتها سونج بتقول لها انا حبيته من اول نظره ومش هعرف ما دافعش عنه. وتاني يوم في المدرسه سونج بتكون مريحه شويه كالعاده بتاعتها على طول، وبيدخل المدرس الفصل وبيقول ان في حد لسه منقول للمدرسه جديد ولازم تعاملوه بطريقه كويسه وتدخلوه في مود الدراسه، خصوصا اننا في فتره صعبه وهي فتره الامتحانات. وبيدخل الطالب وبيطلع جيون اللي الكل في الفصل بيعجب بوسامته حتى الولاد اللي بيبقوا في الفصل. وبتقلق سونج من النوم، واول ما تلاقي قدامها جيون بتتفجع وبتقوم تنادي عليه، وبعد كده بتتحرج جدا قدام صحابها عشان بينت انها معجبه بيه وبجماله زياده عن اللزوم. وكمان جيون معرفهاش لانها بتقعد في المزار بتحط نقاب على وشها. ولما بيحس جيون انها اتحرجت بيحاول انه يفك الدنيا ويقول لها هو انت سونج؟ اعتقد اني اعرفك قبل كده. وبعد الحصه ما بتخلص بيقول لها اعتقد انك اللي عملتيه ده مش حلو خالص، وانت كنت فعلا بتحاول تلفت الانظار ليكي وانا معرفكيش ولا عمرنا اتقابلنا قبل كده اصلا. ساعتها سونج على قد ما بتكون محروجه من اللي حصل بس ما تكون مبسوطه جدا من جدعنته انه وقف جنبها من غير ما يكون يعرفها قوي او اي حاجه، وبتعجب بيها اكتر واكتر كمان. وبعد كده بنشوف جيون وهو واقف قدام ملعب الرمايه وبيفتكر نفسه هو بيلعب زمان وقد ايه كان شاطر جدا. وبعدها بنشوف بوم اللي بيكون قاعد بيذاكر كتير قوي وبيكون عايز يدخل الحمام بس خايف جدا من اللي حصل قبل كده. بيروح لجيهو عشان ياخده معاه الحمام، بس طبعا جيهو مش بيقتنع بالكلام ده وبيضطر بوم انه يروح لوحده. وللاسف اول ما بيدخل الحمام بيلاقي حاجه من السقف بتنقط عليه، بيبص فوقيه بيلاقي التكييف، واول ما بيبص قدامه بيلاقي انها بتعض وبتدخل جوه جسمه. وعلى الجانب التاني بنشوف جيون وهو مروح من المدرسه وبيكون معدي عند محل المشويات اللي بيكون قاعد فوقيه اليافطه بتاعته جن، واول ما بيشوف جيون معدي بيبدا يحاول يوقع اليافطه دي. وفي اللحظه دي بتكون معديه سونج اللي بتطلع تجري عليه وبيحضنها، واليافطه بتقع بعيد عنهم بحاجات بسيطه جدا. ساعتها جيون بيتعور تعويره بسيطه في رقبته، ولكن بعد كده بيتكلم مع سونج وبيقولها انت فكرك لما تدخل عليا بالطريقه دي اشكرك انك انقذتيني، انت عرضت نفسك للخطر وفعلا شكلك زي ما صاحبك قالوا عليكي بتحب تلفت الانظار حواليكي، وبيسيبها وبيمشي. بعد ما بيمشي سونج مش بيكون في دماغها حاجه غير موضوع ان جيون حظه وحش وخايفه عليه ولازم تامنه فعلا وتعمله تميمه حظ. ولكن بتروح عند مزار حد تاني كانت سامعه مره وحناه بتتكلم عنه وبتحاول تقنعه بكل الطرق انه يعمل لها تميمه حظ عشان جيون بيكون في الاول مش راضي عشان خايف من والدتها، ولكن لما بتطلع له فلوس كتير بتقنعه وبتفضل سهرانه معاه للصبح بيعملوا تيمه لجيون. وتاني يوم الصبح بيروحوا المدرسه بيلاقوا الاسعاف موجوده عشان بوم لقوه مغمى عليه في الحمام من اللي شافه. وساعتها بيدرك جيهو هو كان عايز يدخل معاه الحمام ليه. وفي الفصل بقى بتكون كل البنات مقطعه نفسها على جيون وعمالين يبعتوا له جوابات كتير هاوي، وبيحصل ده في غياب سونج اللي بتكون نايمه طبعا عشان ما نامتش طول الليل في المزار. وبتكون سونج مش بيفارقها حلم وهي قاعده لوحدها في الشارع بتعيط. بعد كده بتصحى بتلاقي جنبها رساله من جيهو ولكن مش بتهتم بيها، ولكن كل همها بيكون انها راحت عليها نومه وما عرفتش تدي التميمه لجيون وتكشف لها عن هويتها وتعرفوا ان هي دي العرافه. وفي نفس اليوم بالليل بتكون قاعده بتتكلم مع اللي شغاله معاها في الزار وبتقول لها انها ندمانه انها ما عطتلوش التيمه وما عرفتش تكشف عن هويتها ليه. وفي اللحظه دي جدة جيون بتدخل وبتقول لها ان جيون ما كانش مقتنع وجابته ليها بالعافيه اصلا عشان كده جايه تاخد التيمات بتاعته وتمشي. ولكن طبعا سونج بتتضايق جدا انها ما شافتش جيون وبتقول لها ما ينفعش اديك التيمات دي الا في وجود جيون اتصل بيه خليه يجي. فعلا جدته بتعمل كده وبتخليه يجي، ولما بيجي بتخاف تكشف لها عن هويتها وبتقول سعر عالي قوي للتيمات. وساعتها جيون بيتضايق جدا وبيقول لها انت مستغله وبتستغل الناس عشان تاخد منهم فلوس وان كل العرافات دول بيبقوا نصابين، وهو ما كانش حابب يجي من الاول وبيتخانق معاه وبياخد جدته وبيمشي. وتاني يوم الصبح في المدرسة بتكون قاعدة سونج هي وجيهو بيحكي لها عن موضوع بومو وبيقول لها انه عايز تيمة من تيمات الحظ بتاعت جيون اللي هي كانت محضرها عشان تديها له، بس كالعادة اول ما بتشوف جيون بتتكسف تديله التيمات. وبتكون ماشية سونج في المدرسة وفجأة بتقف تقرا حاجات من على الحيطة بتلاقي اثر ايد على الحيطة واصل لحد الحمام الرجالي. وساعتها بتعرف سونج ان هي دي الجنيه، بتقرر تحطه قدام الحمام انه للصيانه وبتدخل جوه في نفس الحمام، واول ما بتظهر لها الجنيه بتمسكها من شعرها وبتقول لها انت عايزاني اعمل فيك ايه، وبتفضل تتكلم معاها كتير وتقنعها انها ترجعها للعالم بتاعها مره تانية. وفعلا الجنيه بتقتنع، ولكن وسط هم بيتكلموا بيجي شويه شباب بره الحمام بيفضلوا يرخموا على اساس ان اللي جوه الحمام ولد. في اللحظه دي بيدخل جيون الحمام وبينشغلوا بكلامه
وسط ما بتكون قلقانه سونج على جيون وعايزه تعرف بيعمل ايه مع الشباب اللي بره وهل هيتخانق معاهم ولا لا، الجنيه بتخرج من الحمام وبتحاول تتحكم في جسم جيون وتدخل جوه جسمه، وبتدخل سونج وبتمسك خرطوم الميه وبتحط عليه التيمه وبتفضل ترش عليها ميه لحد ما بتقضي عليها. وبعد كده جيون بيسأل سونج انت بتعملي كده ليه؟ وساعتها بتبص له بكل حنيه كده وتقول له بحميك، ولكن جيون بيتضايق ومش بيفهم هي بتعمل ليه كده. وبعد كده بيروحوا كلهم للمدير اللي بيزعق معاهم كلهم وبيقول لهم عقابكم اسبوع تنظفوا فيه المدرسه بالكامل. وبالليل لما بتروح سونج بتقعد مع امها الروحيه اللي بتحكي لها عن التيمات خلصت منها عشان الجنيه بتاعه الحمام دي استنزفت كل التيمات اللي معاه. وساعتها امها الروحانيه بتقول لها انا جبت لك كميه تيمات تانيه اهو من المكان اللي رحت جبت منه، وبتعرف انها عرفت انها راحت للزار ده وانها خدت لك منه كميه تيمات عشان تعرف تحمي جيون. وبنشوف في اللحظه دي صاحب الزار التاني وهو ماسك رجله اللي ضربته عليها ام سونج الروحانيه وبيقولوا ان عملهم تيمات غلط. وتاني يوم وهم بينضفوا المدرسه جيون بيكون مخنوق جدا من سونج ومش عايزه تقرب منه، ولكن سونج بتكون عايزه تقرب باي طريقه عشان تقدر تحط التيمه في جيبه من غير ما يحس، بس هو كان بيبعدها بكل الطرق وما عرفتش تعمل حاجه لحد ما بيدخلوا الفصل وجي هو بيشوفها واقفه بتفكر هتتصرف ازاي، فبيقول لها ما تشيليش هم وانا هتعامل واظبط لك الدنيا. وفعلا بيروح يخبط في ترابيزه جيهون وبياخد من عليها التليفون من غير ما حد يحس باي حاجه، وبيجيب التليفون لسونج وبيقول لها خدي حط التيمه في جراب الفون. ولكن في اللحظه دي بتدخل جدة جيون وبتكون جايبه معاها اكل للفصل كله وبتبدا توزع عليهم. وساعتها جيون بتتوتر جدا وبتطلع بره الفصل ومعاها التليفون، وبيخرج وراها جيهو وبيحط التهمه لجيون في جراب الفون. وفي اللحظه دي جيون بيبدا يحس ان التليفون بتاعه مش موجود معاه وبيفضل يدور عليه، ولكن قبل ما يوصل لسونج وجيهو بتكون جدته وصلت لهم واقفه معاهم وبيتعرفوا وبيقولوا لها انهم لقوا تليفون جيون وكانوا رايحين يديهوله. وبيدخل جيون عليهم وبيقول لجدته انه ضاع التليفون بتاعه، ولكن سونج بتستغل الفرصه دي وبتقول انها هي اللي لقيته. على الجانب التاني الطلاب في الفصل بيبحثوا عن جيون على الفيس وبيعرفوا انه كان في المنتخب القومي للرمايه واخد ميداليات ذهبيه كتير قوي، ولكن اتطرد عشان لانه ولع في السكن الطلبي. وبعد كده بنشوف سونج وهي بتقول لجيون وجدته انها عايزه يبقوا اصحاب وياكلوا مع بعض، وفعلا جدته بتعزمهم في البيت عندها عشان ياكلوا مع بعض ويبقوا اصحاب هي وسونج وجيهو. وفعلا اول ما بتروح سونج هناك بيكون جيهو مع جدة جيون في السوق، وهو بيكون مفيش حد في البيت غير سونج وجيون، وبيفضلوا يلمحوا لبعض شويه وبتكون عايزه تحط التميات في كل حته في البيت، ولكن جون بيزعق لها وبيقول لها انت كده بتضطرنا تطردك من هنا خالص على فكره، فبتسمع الكلام وبتضطر تقعد ساكته لحد ما بتيجي جدته وجيهو من السوق وبيقعدوا ياكلوا. وهم بياكلوا بنعرف ان جيون ابوه وامه مسافرين وسايبينه لوحده مع جدته ومحدش بيسال عليه، وده يعتبر اللي معقده. اول ما جت سيره الموضوع ده قدام جيون اتضايق جدا، واول ما بتلاحظ سونج ان جيون اتضايق بتقول له انا برضه متبنيه ابويا وامي مش موجودين وعايشه مع امي الروحانيه. ساعتها بتعجب جدا جدة جيون بشخصيتها وبتقول لجيون وهم في المطبخ ان شكلها شخصيتها قويه وبنت كويسه، فبيقول لها ما نعرفش هل هي شخصيه كويسه ولا بتتظاهر بكده بس. وفي اللحظه دي جيهو بيشد سونج للاوضه ويقول لها انت ازاي بتقول الحاجات دي بلا مبالاه، ده قالت له لما تكون مشكله كبيره وتقولها بدون تاثير محدش عمره هيعايرك بيها عشان الناس هتحس انك مش بتتضايق، انما لما هتتحس الناس ده ان موضوع بيضايقك ومش عايز تتكلم فيه هيفضل هو ده الموضوع اللي الناس هتعايرك بيه. وساعتها جيون كان واقف بره الاوضه وسمع الكلام بتاع سونج وبدا يعجب بشخصيتها، وبتكمل كلامها سونج وبتقول له احنا ازاي مش اخدين بالنا اننا في اوضه جيون، وبتجري تحط اخر تيامه معاها وبتجي تحطها في الصندوق. الصندوق بيقع وبيدخل عليهم جيون وبيكون جوه الصندوق ده كل ميداليات جيون اللي اخدها في الرمايه. وساعتها بيدخل عليهم جيون وبيقول لهم يعني ينفع تفتشوا في حاجات مش حاجاتكم كده؟ ساعتها سونج بيجي لها تليفون وبتكون مضطره انها تمشي، فبتمشي وبتقول له ابقى اظبط اللي وقعته ده بعدين. بعد كده جيون بيقول لجيهو انا بصراحه مش عايز ابقى صاحبكم، مش عشان عيب فيكم بس انا مش بحب يبقى عندي اصحاب. على الجانب التاني سونج وهي ماشيه بتجري وراها جدة جيون وبتقول لها انها عارفه انها هي العرافه اللي بتروح لها عشان شافتها ساعه ما كانت اخدت تليفون جيون وبتحط فيه تيميه الحظ. وتاني يوم بتنشر اشاعه قويه جدا على جيون ان هو بيعمل حرايق في اي حته بيروحها، والخبر ده بيكون منتشر في كل المدرسه. بعد كده بيروح جيون للبيت بيلاقي جدته عامله اكل ونازله توديه لحد جارهم في الشارع. جيون بيستغرب جدا عشان جدته ملهاش علاقه بحد عشان تودي له اكل، وبيمشي وراها لما تنزل بيلاقيها بتودي الاكل للعرافه اللي هي سونج. بيدخل عليهم وهو متعصب جدا بس سونج بتغطي وشها على طول، بس جيون بيكون متعصب جدا وبيتعصب عليها وبيقول لها انها كده بتستغل جدتها عشان تاخد منها اكل وفلوس، وبيبقى ندمان ان هو اللي جاب جدته عندها ومخلاها تستغلها بالشكل ده. كل ده مش بيكون فارق لسونج قد ما بيكون فارق انها شافته وهو دخل انه في نار خطر عليه وهي اللي تطارده المره الجايه. وتاني يوم في المدرسه بيكون جيون دخل الفصل بيلاقي كلهم بيتكلموا عن اشاعه انه بيعمل حرائق كتير وكل الناس خايفه منه. بيتضايق جيون وبياخد الزباله عشان يرميها في المستودع،
ولكن المستودع بيكون فيه روح شريرة والمكان بيولع بيه، وبتجري سونج عشان تقدر تنقذه، وفعلا بيقدروا سونج وجيهو بطريقة احترافية انهم ينقذوه، وبتقدر سونج تقضي على الروح الشريرة دي كمان من المكان. ولما بيخرج من المستودع اللي كان فيه الحرائق بيشكر سونج انها انقذته، ولكن للاسف اشاعة انه بيعمل حرائق كتير بدأت تثبت عليه وكله بدأ يصدقها حتى المدير في المدرسة. ولكن سونج وجيهو بيحاولوا يدافعوا عنه بكل الطرق. وبعد كده بنشوف سونج بتكلم جيهو بتقول له انا عارفه انه طيب عشان انا بشوف الارواح الشريره وهو شخص طيب، بس الحظ مش مساعده وعليه ضغوطات كتير جدا عشان كده هفضل اساعده على طول. وبنشوف بعد كده حد بيخبط على المزار بتاع سونج، ولما بتفتح بتلاقي جدة جيون وبتقعد تتكلم معاها وبتقول لها عايزك تاخدي بالك من جيون عشان هو حظه وحش قوي، ومن ساعه ما جه الحياه وهو مش بيلحق يفوق من المشاكل وعلى طول مصاب وبيتعرض لحوادث والحظ مش مساعده في اي حاجه. وبتتأثر وبتكون بتعيط لما بتيجي سونج تواسيها وبتحط ايديها على ايديها وبتعرف تلمسها وبتعرف ان دي روحها، وساعتها بتقولها دلوقتي جيون وحيد ملوش غيرك. وبنشوف بعدها جدة جيون وهي ميتة وجيون واقف منهار من العياط عليها. بتروح سونج بلبس العرافة لحد العزا بتاع جدة جيون، ولكن جيون بيتعصب جدا منها وبيقول لها انت ليه جاية هنا، وبيفضل يزعق معاها كتير وبيكون مش راضي يدخلها وبيطردها من المكان. ولكن سونج مش بينفع معاه الكلام ده وبتدخل طبعا. جيون بيكون مش عارف انها سونج عشان هي بلبس العرافة، وساعتها بيجي خاله وقرايبه اللي بيفضلوا يتخانقوا معاه كتير على اسباب تافهة جدا وبيعاملوه بطريقة وحشة قوي. وساعتها بيصعب على سونج اللي بتكون قاعدة مش عارفة تعمل ايه ولا تواسيه ازاي، وساعتها بتكلم جيهو تقول له تعالى العزا لو فاضي عشان تقف جنب جيون. وفعلا جيهو بيجي وبيدافع عن جيون ما بين اهله كلهم. وبعد ما جيون بيشكر جيهو انه جه العزا وكده بيقول له انت مين قال لك المكان او عرفت منين ان جدتي ماتت؟ فبيقول له عرفت من سونج. ساعتها بيستغرب جدا جيون ويقول له هي فين دي؟ فبيلحق نفسه على طول وبيقول له اصلك سونج شغاله في مكان قريب من هنا وشافت الموقف وقالت هتخلص شغل وتيجي. وتاني يوم سونج بتروح البيت لجيون وبتعمل حجه انها نسيت حاجه مهمه عنده وعايزه تدخل تاخدها. ولما بتدخل بتفضل تقول له لو محتاج تعمل له اكل وتقول له انا بعرف اعمل اكل كويس، وبتحاول تقنعه. وهي داخله للمطبخ في الوقت ده بتشوف روح الانتحار في المطبخ وقريبه جدا من جيون، وبتفهم ان جيون بيفكر في الانتحار. وساعتها بتقول لي يا جيون اوعى تنتحر عشان جدتك عمرها ما هتكون مبسوطه لو عملت كده. وبتلمح له انها فهمت انه بيفكر في الانتحار والفكره قريبه منه عشان الروح دي مش بتبقى قريبه من حد غير الناس اللي خلاص هتنتحر. وساعتها جيون بيستغربها جدا وبيطلب منها تخرج بره البيت، وسونج بتخرج ما بتكونش عارفه تعمل ايه غير انها بتروح تقعد مع امها الروحانيه عشان توصل لحل تحمي بيه جيون على قد ما تقدر. وساعتها امها الروحانيه بتقولها فكره بتعجبها قوي، وهي انها بدل ما تشتري تيمات حظ والكلام ده هي ترسم الرسمه اللي على التيمه على جسمها، وبكده اول ما تلمسه هتقدر تبعد عن الروح الشريره دي شويه بشويه. وفعلا سونج بتعجب قوي بالفكره دي وبتروح تنفذها على طول. لكن في الاول بيقابلها عقبه وحيده وهي ان جيون ما بيحبش حد يقرب منه. بس طبعا الكلام ده مش على سونج، يعني سونج بتقرب منه بكذا طريقه وبتعمل اي حاجه عشان تقرب منه، وتبدا تبعد روح الانتحار اللي كانت كل ما تمسك ايده بتبعد شويه بشويه. ولكن وسط اللي بيحصل ده سونج بتكتشف ان لما بينضم جيون لفريق الرماية بتاع المدرسة مرة تانية وبيبدأ يمارس الرياضة اللي بيحبها، الروح دي بتبعد اكتر بكتير من لما سونج تلمسه. وبتكمل سونج في مراقبتها لجيون وانها تحاول تلمسه في كل مكان وفي كل حتة لحد ما جيون بيقول لها احنا لازم نقعد نتكلم. وفعلا بيروحوا مكان ويتكلموا هما الاتنين ويقول لها انا عايزك تبطلي تمشي ورايا والحركات اللي انت بتعمليها دي عشان باينه قوي انك بتعمليها عشان بتشفقي عليا. ولكن سونج بتقول له لا انا بعمل الحاجات دي من اجل الصداقه مش من اجل الشفقه خالص، ويا ريت توافق نبقى اصحاب وتسيب نعمل الحاجات دي. وساعتها جيون بيبدا يفكر في الحاجات الكتيره اللي عملتها سونج عشان تقف جنبه وكده وتساعده، وبيوافق انهم يكونوا صحاب. وفي اللحظه دي الروح بتاعه الانتحار بتختفي خالص، وسونج بتشوف ده وبتفرح قوي ومن فرحتها بتمسك ايده، وهو لاول مره مش بيمانع وهو كمان بيمسك ايديها. وبعد كده بنشوف سونج وهي مبسوطة قوي عشان مسكت ايد جيون، وبتكون قاعدة طول اليوم في المزار بتاعها مبسوطة جدا، وكل ما حد يخش لها بتحكي له على اللي حصل. وتاني يوم في المدرسة بتكون قاعدة سونج هي وجيهو بيتكلموا وبتقول له على قد ايه هي بتحب جيون وانه وسيم. وساعتها جيهو بيبان عليه انه بيحبها جدا ومتضايق قوي من الموضوع ده، وبدأ انه يغير شوية من جيون بعد ما كان بيسعدها انهم يتكلموا. وبيكون منتشر فيديو لسونج وهي لابسة لبس العرافة هي وامها الروحانية، وساعتها بيشوف واحد مع سونج في الفصل وبيبدأ يشبه على شكل العرافة في الفيديو، وبيروح لسونج وبيقول لها انت شكلك انت العرافة. وسونج مش بتعترض وبتلم الفصل كله حواليها
وبتفضل تحكي لهم على المغامرات اللي كانت في الفيديو. بس طبعا جيون بيكون مش موجود، ولما بيدخل جيون وبيسمع الموضوع ده بيتعصب جدا على الواد اللي كان بيتكلم وبيضربه في كتفه وبيخرج بره الفصل. ولما سونجا بتخرج وراه بيفضل يزعق معاها ويقول لها ازاي انت سايبه حد يقول عليك عرافه. العرافات دول بيكونوا اوحش من القتله، على الاقل القتله بياخدوا اعدام انما العرافين لا، اوعي تكوني عرافه بجد. في اللحظه دي سونج بتتلخبط جدا وبتكون مش عارفه تقول له ايه، وبتفكر لو قالت له انها فعلا العرافه كل ده جنبك عشان احميك والكلام ده، بس بتخاف تقول الكلام ده وبتقول له لا طبعا مش عرافه، انا كنت بهزر معاهم. وبرضه بيتضايق جينو بيسيبهم وبيمشي وبيروح ورا جيهو وبيقول له تعالى نكمل في ملعب الرمايه. ولما بيدخلوا ملعب الرماية هم بيتكلموا بيقولوا لازم تكلم سونج بطريقة أهدى من كده عشان أنا معجب بيها، وكده بيتصدم ساعتها جيون ولكن مش بيهتم قوي بالموضوع. وفي نفس اليوم بتروح سونج تحكي الموضوع لمرة روحانية وهم ماشيين في الشارع ولابسين لبس العرافات، وبيتفاجئوا بجيون وراهم بيطلب من العرافة سونج إنها تشيل الغطا من على وشها عشان ما يخليش إشاعات تطلع على سونج على الفاضي وعشان يطمن كمان. ولكن أمها بتلحق الموضوع وبتزعق لجيون وبتخليه يمشي. وفي اللحظة دي جيون بيحس إنه لازم يكلم سونج يعتذر لها على اللي حصل منه، وهو بيبعت لها رسائل ويقول لها انه مستناها تيجي تقابله. وطبعا سونج لما بتصدق بتجري هي وامها بيشتروا طقم جديد وبتروح له على الجنينه اللي اتفقوا يتقابلوا فيها. واول ما بيقابلوا بعض النور بيقطع في المكان وبيقعدوا يتكلموا وكل واحد بيحكي للتاني عن حياته القديمه. ولما سونج بتحس ان الجون اندمج قوي وبقى في مود وحش بتحضنه وبتوعده ان هي عمرها ما هتتخلى عنه غير لما تبقى حياته كلها نور. وبعد كده بنلاقي ان سونج وجيون بيقربوا جدا وبيروحوا المدرسه مع بعض بالعجل وبينطوا من فوق السور شبه ما سونج ما بتعمل. وهم بيعملوا كده بيكون شايفهم جيهو وبيكون متضايق قوي. وبنعرف وسط الاحداث دي ان جيون رجع خلاص لفريق الرمايه. بعد كده بنشوف جيون رايحه توصل حاجات بلبس العرافه وبتقابل هناك واحده خارجه من مستودع بتكون قايله لها انها من قرايب خالتها الروحانيه، وبتشيل من على وشها الغطا وبتعرض عليها ترقص معاها. وفعلا بتوافق سونج، وفي لحظه وهي بترقص بتبص جنبها بتلاقي جيون واقف بيتفرج عليهم. بيتصدم جدا جيون وبيكون مش مصدق اللي هو شايفه قدام عينه، وان ازاي طلعت سونج بتضحك عليه وبيسيبها وبيمشي من غير ما يتكلم. وبيكون مصدوم جدا وهي بتمشي وراه وبتحاول توقفه عشان تتكلم معاه. ولكن وجيون ماشي في طريق بيقابل شويه عيال معاه في المدرسه وساعتها بيتعاركوا معاه وبيرخموا عليه لحد ما بتوصل له سونج. بتكون العيال دي مشيت وبتلاقي جيون واقع في الارض وحواليه ارواح شريره كتيره قوي، وبتقعد جنبه وبتمسك ايده جامد وبتقول له ما يزعلش منها وانها خبت عليه عشان هو مش بيحب العرافين خالص، وانه حتى لو متضايق منها ومش عايزها تبقى صاحبته يسيبها بس تحمل مده 5 ايام بس عشان ما يقربش منه اي خطر. وبعد كده بتكون سونج قاعده متضايقه جدا في المزار بتاعها وامها الروحيه مش عارفه توصل لها خالص لحد ما بتدخل المزار وتلاقيها جوه وبتسالها ايه اللي مزعلها وبتحكي لها اللي حصل مع جيون. وتاني يوم بتصحى سونج بتلاقي امها وعراف صاحب امها بيوريها فيديو للبنت اللي هي كانت بترقص معاها، وبيقول لها هي البنت دي ازاي دخلت المستودع، فبتقول لهم انها قالت لها ان هي قريبه خالتها ومسموح لها انها ندخل، وهو بيقول لها لا دي عرافه وهتسيطر على الروح الشريره اللي في المستودع. مش بيفرق لها قوي سونج الكلام ده كله، بتروح لحد بيت جيون تستناه بس بيخرج من البيت مش بيكلمها وبيتجاهلها جدا. واول ما بيوصلوا المدرسه الكل بيلاحظ الموضوع ده وبيقولوا لهم متخانقين ليه، والكل بيكون عايز يعرف بس طبعا كعاده جيون بيرد بكل كاريزما وهو يقول لهم اظن دي حاجه شخصيه محدش ليه دعوه. في اللحظة دي سونج بتشوف روح طفل رضيع في رجل صاحبتها في المدرسة وبتكون عارفة ان الروح دي لو عيطت ممكن تأذي كل الناس اللي في المكان وتتعبهم. وبعد كده سونج بتاخد جيهو وبتاخد جيون لمكان بعيد لوحدهم وبتعترف انها عرفة وانها مش بتحب تعمل كده بس هي عندها شرط جزاء ولازم تشتغل الشغلانة دي مش بايديها، وانها اصلا بتحب الدراسة وبتحب تكون متعلمة اكتر، وبتحاول تقنع جيون ما يزعلش منها. وبعدين بتروح سونج على زميلتها اللي الطفل على رجلها للبيت وبتقول انها عايزة تبقى صديقتها اكتر واكتر. ولما بتدخل البيت بتبدأ تشوف ان الروح اللي على رجلها دي مرتبطه بالدميه موجوده في الاوضه بتاعتها. وتاني يوم بيكونوا قاعدين كلهم في الفصل والطفل اللي على رجل زميلتهم بيعيط وساعتها بيصدع الفصل كله. ولكن جيون بيكون في جرح في ايده بيكون بينزف دم جامد وبيطلب انه يروح للدكتوره، ولكن سونج بتطلع تجري وراه عشان تلمس ايده وتتمها تشتغل وتوقف الدم بالطريقه دي. ولكن اول ما بتقرب منه بيحضنها وبيقول طبعا دي تعويذه من التعويذات بتاعتك انا عارفها كويس. ولكن وهي حضناه صريخ الطفل بيزيد وبيقع عليهم الرف بتاع الكتب اللي بيكونوا واقفين تحتيه، وساعتها جيون بيغمى عليه وبينتقل للمستشفى. وبتعرف سونج ان خلاص التهمات اللي كانت رسمها على جسمها ما بقتش بتحميه، وبتكون عماله تفكر هتحميه ازاي ال5 ايام اللي فاضلين دول. وعلى الجانب التاني وهي قاعده بتفكر في المزار بتاعها بيدخل عليها واحده مجنونه ومعاها امها وبتقول لها انها ضاع منها طفلتها وعايزه تلاقيها باي طريقه. وساعتها سونج بتفهم ان هي دي الادميه اللي موجوده في بيت زميلتها، وبتجري بتروح عند زميلتها وبتقول لها بصراحه انا عارفه وعايز اخد منك الادميه دي عشان في روح مسيطره عليكي والروح دي خطر طول ما هي مش بتاعتك.
وهتخليك تحلمي باحلام وحشه جدا وهتغير مودك ومود اللي حواليكي. ولما بتيجي من عند زميلتها بتلاقي جيهو مستنيها وبيقول لها انه قرر يساعد جيون وهو اللي يرسم التيميات الحظ على جسمه ويقدر يلمسه طول الوقت عشان يحمل 5 ايام دول. وفعلا بترسم له سونج على جسمه تيمات الحظ وبتقول له لازم يدي لجيون حاجه عنده بعيون وانف وشفتين. وفعلا بيروح جيهو يدور على حاجه كده وتاني يوم بيروح يديها لجيون. على الجانب التاني بنشوف سونج معاه الأدمية وبتدور على أمها في كل مكان ولقيتها قاعدة في الشارع وسط زبالة بتدور على الأدمية بتاعتها. وأول ما بتيجي تقرب منه بتلاقي جيون جيب كيس زبالة علشان يرميها. بتستنى جيون يرميها ويمشي وساعتها بتاخد بالها إن جيون لما بيلاقي الست دي بتقعد في الشارع بيقف جنبها لحد ما بتخلص عياط زي ما كان قال قبل كده. وبتستنى يمشي وبتروح تدي للست الأدمية بتاعتها والست بتكون فرحانة جدا وبتمشي. ولما بتيجي سونج تمشي بتلاقي في مطر نزل كتير وبتبص جنبها في الزباله بتاعت جون بتلاقي الهديه اللي كانت عاطتها له قبل كده. وساعتها سونج بتنهار من العياط وتحس انه مش بيحبها خالص وحتى مش متقبلها كاصحاب ولا اي حاجه. وفي نفس اللحظه بتبص فوقيها سونج بتلاقي جيون واقف وفتح الشمسيه عشان مفيش ميه تيجي عليها. وساعتها بنكتشف انه بيرمي الهديه في الزباله بالغلط وبيطلع مره تانية عشان ياخدها بيلاقي سونج قاعده وماسكه اللعبه ومنهاره من العياط. ساعتها بياخدها للبيت عنده جوه ويعمل لها حاجه دافيه تشربها وبيقعدوا يتكلموا شويه. وكالعاده سونج بتفضل تفتش في البيت كله لحد ما بتلاقي صور ليه هو وجدته مرسوم عليها تيميات غريبه. وبتقول له انت مين اللي رسم لك التيميات دي على الصور بالطريقه دي؟ فبيقول لها التيميات دي اللي رسمها لي العرافه اللي كانت بترقص معاك عند المستودع المسكون. في الوقت ده سونج بتتصدم وبتقول له ان التيميات اللي مرسومه دي فال وحش على جدته وهتعذبها وهتعذبه طول ما هو عايش او ميت. وبتعرفوا حجم الخطر اللي بيتعرض له بسبب الصور دي. ساعتها جون بيتصدم قوي وبيقول لها اوعي تكوني بتلعبي هي انت والعرافه التانيه اعملوا فيها اللي انتوا عايزينه بس بعيد عن جدتي. بتتضايق سونج من كلامه وبتقول له انا عمري ما لعبت بمشاعر حد وما ساعدش قبل كده ان اشوف حد متضايق وبتسيبه وبتمشي. وبتروح تحكي الكلام طبعا لاهلها اللي بيكونوا عارفين العرافه دي كويس قوي. على الجانب التاني جيون بياخد الصور وبيروح للعرافه دي البيت وبيكون ماشي وراه جيهو وبيشوفه هو واقف مع ابوه خايف منه وقلقان يلمسه عشان هو حظه وحش وبيعامله بطريقه وحشه جدا. ولما بيدخل للعرافه العرافه بتعرف ان هو في قوه جامده بتساعده وبتروح معاه البيت عشان تشوف ايه القوه دي طبعا بحجه انها تشيل التيمات اللي على الصور. واول ما بتوصل هناك بتدخل على اوضه جيون تاخد اللعبه اللي عطاها له جيهو. بس في اللحظه دي بتوصل سونج بلبس العرافه وبتاخد منها اللعبه وبتديها لجيون وبتقول له خليها معاك ما تديهاش لاي حد. وبتاخد العرافه تطلع تتكلم معاها بره وبتقول انت ازاي كده ما عندكش رحمه ولا قلب وعايزه تشوف جيون بيتعذب. وساعتها جيون بيطلع بالصور يحرقها قدامها وسونج بتاخد العرافه وبتمشي. وهي في الطريق امها بتكون حضرت لها لعنه قويه قوي بتسيب العرافه وهما ماشيين وبتخليها تنزل دم من بقها ودنها وهي في الشارع. وفي الوقت ده سونج بتقول لها راجعي نفسك مره تانية وصلي عشان يتغفر لك الذنوب اللي عملتيها في جيون. بعد كده بنشوف سونج وامها والعرافه اللي معاهم بيستعدوا عشان يحاربوا الارواح الشريره اللي موجوده في المستودع المسكون. وفعلا بيروحوا يحاربوا كميه كبيره من الارواح دي. على الجانب التاني بيكون جيهو بقى خلاص عايش مع جيون عشان ياخد باله منه ويلمسه على طول ويحميه. وبيتحد هو وسونج لما سونج تشوف اي روح شريره وبتقول له هو بيلمسه على طول عشان يبعد الروح الشريره دي عنه. بعد كده بنشوف واحد من طلاب المدرسه بيكون حد غريب ماسكه في الحوش وبيضربه ضرب جامد ولكن الطالب بيكون واقف جنبه روح كلب محدش شايفها غير سونج. وقتها سونج بتأمره يعض الشخص اللي بيضربه ده وفعلا بيعمل كده. وبعدين بتطلع تقعد في الفصل وبتسمع صوت الكلب ده بيهوهو بصوت عالي جدا ناحيه المستودع المسكون. وبتعرف ان الطالب ده دخل جوه غصب عنه وبتطلع تجري على المستودع عشان تلحقه. واول ما بتدخل هناك بتفضل تقول له ياخد نفسه بهدوء ولكن فجاه بتلاقي جيون دخل عليها وبيحاول ينقذها وبيكون واقف بره جيهو. اول ما بيدخل سونج بتحاول تفتح الباب بتلاقي صوره بتاعته مرميه في المستودع وبتفهم ان العرافه عامله سحر ورماه في المستودع ده. وساعتها بتقلق عليه جدا وبتحاول تخرجه ولكن مش بتعرف. وروح شريره بتتحكم فيه وتخليه شخصيه مختلفه خالص وحد مختلف خالص عن جيون اللي الكل يعرفه ولكن بيكون متقلب شويه بشخصيه جيون وشويه بالشخصيه الجديده. واول ما الباب بيفتح بيطلع يجري ومحدش بيعرف له مكان. على الجانب التاني بتيجي ام سونج والعراف عشان يلحقوا الطلبه اللي اتمسى من المستودع وفعلا بيقدروا يلحقوه. وبعد كده بنشوف ان جيهو بيقابل جيون اللي بيكون مش عارفه خالص وبيتعامل معاه بغرابه وبيلاقيه بيضرب عصابه وبيعمل حاجات عكس عاداته وطبيعته خالص وبيكون مستغرب جدا جيهو. ولكن بعد كده بيدخل جيون للملاهي في الوقت ده سونج بتكون قلبة الدنيا عليه واول ما بتشوفه بتمسك ايده بتقول له لقيتك وانا مش هسيبك لحد ما اليوم اللي فاضل في ال21 يوم دول يعدوا. وبعد كده بتاخده المكان بعيد وهي ماسكه ايده وفكرها انها بتكلم الروح الشريره وبتطلب منه انه يسيب جسم جيون ويخرج منه. وبتفضل تقول له على جيون قد ايه طيب وكويس وان الحظ مش مساعده خالص. وقتها بيسالها بتعملي معاه ليه كده
فبتقول له عشان ببساطة جيون ده يكون حبي الأول. ساعتها بتكتشف إنها بتكلم شخصية جيون الحقيقية، وبيتضح إن لما سونج بتلمس جيون بيتحول لشخصيته الطبيعية، وأول ما بتسيبه بيتحول مرة تانية. بتستغل سونج ده وبتاخده معاها البيت عشان تخلي والدتها تعالجه، ولكن بيحاولوا يعالجوه بطرق كتير ولكن مفيش ولا أي حاجة بتنفع، غير إنهم بيقرروا يربطوا إيده في إيد سونج لحد الصبح ويناموا بالطريقة دي، وفعلا بيناموا كده لحد الصبح. وبتصحى سونج تلاقيه هرب، بتنزل تدور عليه في كل مكان ومش بتلاقيه غير في المدرسة في ملعب الرماية، وبيكون بشخصية جديدة خالص وما يعرفش أي حد، لحد ما بتوصله بتحاول بكل الطرق إنها تمسك إيده، ولما بتمسك إيده وبتمشي معاه بيتعارك مرة تانية مع الطلبة اللي على طول في مشاكل بينهم وبين بعض، وبالطريقة دي بتضطر تفك إيديها من إيده ويهرب منها مرة تانية. بس ساعتها بتلاقيه واقف مع مدرب الرماية وبيمضي على مشاركته في بطولة الرماية، وقتها بتتضايق جدا وبتخاف يكون مش هو جيون وهيدمر مستقبله، ولكن بيمسك ايديها ويقول لها ما تخافيش انا جيون، وبياخدها لمكان بعيد وبيتكلموا مع بعض، وبيقول لها انا قررت ان احاول اتعايش مع الشخصيه التانيه واشارك في المسابقه بالشخصيه التانيه برضه، لحد ما نلاقي حل للموضوع ده عشان مش هقدر افوت البطوله دي. في اللحظه دي سونج بتتبسط بيه جدا وبتمسك ايده، وبيقول لها انا بتحرك جدا في العموم بس لما بتمسك ايدي بحس اني مطمن قوي، وبيحضنها في الوقت ده وبيقول لها بصراحه كده انا كمان معجب بيكي. على الجانب التاني بنشوف العرافه قاعده مع ام سونج بتحاول انها تخرج منها الروح الشريره اللي لبستها، لكن مش بتكون عارفه وبيكون الشر مسيطر منها جدا. وبنشوف سونج وجيون بيكونوا مش بيتفرقوا خالص ودايما ماسكين ايد بعض عشان جيون يفضل بشخصيته، بس بيجي لهم جيهو بيقول لهم انتوا ازاي هتفضلوا كده، الناس هتحسب ان في بينكم حاجه ما ينفعش كده، بس جون مش بتفرق معاه وبيقولوا انا فعلا معجب بسونج. طبعا الموضوع ده بيضايق جيهو اكتر وبيخليه يقعد مع نفسه يفكر كتير لحد ما بيقرر انه يروح لهم ويقول لها انا معجب بيها من زمان وما حسيتش بكده غير لما جيون ظهر وحس ان سونج بتحبه. طبعا بيصعب على سونج بس بتقول له ان مفيش حاجه في ايديها، هي بتحب جيون ومش هتقدر تسيبه. بعد كده بنشوف العرافه وهي بتحاول كل المحاولات عشان تمنع الروح اللي ساكنه في جسم جيون تخرج، وبتفضل تتكلم مع الروح اللي ساكنه في جسمه وتعرفه ان لو ساب جسمه هيموت وكده، بس جيون بيكون مش عايز يستسلم الشخصيه دي وبيقول لسونج انا هحط هنا الفون ورن عليا وهسجل عشان اشوف انا بعمل ايه لما بتحول للشخصيه التانيه. وفعلا سونج بتخرج واول ما بترن عليه بيبدا صوت نغمه ضرب نار، وبيتضح ان هو عنده مشكله من الصوت ده وبينزعج منه قوي وبيفتكر حرب هو كان عايش فيها لفتره طويله. بس بعد كده سونج وجيون بيقعدوا مع بعض وبيوصلوا لحل كويس، وهي انها ترسم له تيميه على جسمه وده كده هيطرد الارواح الشريره، وفعلا بيعملوا كده، وفي اللحظه دي فعلا بتطرد الروح الشريره وبيكون مفيش غير شخصيه جيون بس، وبيفرحوا جدا خصوصا ان تاني يوم بتكون بطوله الرمال اللي لازم يلعبها جيون ويؤدي فيها اداء كويس جدا. وتاني يوم بيروح جيون للبطوله، واول ما بيدخل هناك بتكون العرافه في البيت بتعمل ليه تعاويذ تانيه، ودي بتخليه مش عارف يشوف كويس وبتخلي شخصيته متوتره وحاسس ان ممكن الروح الشريره دي تسكنه مره تانيه. في اللحظه دي بيلاقي سونج واقفه له بره وبتنادي عليه، بيروح لها وبيمسك في ايدها جامد عشان ياخد من قوتها ويمنع اي روح شريره وبيبدا يحس بتحسن. وبس يا صديقي هنا بينتهي الجزء الاول من الملخص بتاعنا، يا رب يكون عجبك الملخص وعجبك المسلسل في العموم. سلام.